اعمل ايه لو ابني اتعرض للرفض من صحابه؟ خبرة الرفض من اصعب الخبرات اللي ممكن اي انسان يحس بيها، حقيقي خبرة قاسية جدا ومؤلمة، ومفيش انسان ما تعرضش لخبرة الرفض على الاقل مرة في حياته، فلازم نكون مدركين انها حاجة طبيعية وبتحصل، وان مش كل الناس هتتقبلني، ولو حد من ولادها اتعرض للرفض، وكل ام لها طريقتها، في ام هتروح تجيب حاجات حلوة للولاد عشان يحبوا ابنها ويرجعوا يصاحبوه تاني، وفي ام تانية هتروح تكلم امهات الاطفال اللي رفضوا ابنها وتحايلهم، او تفضل كل يوم تسأل الولد عملت ايه هو لسه ما حدش بيكلمك، وتحسس الطفل ان هو فعلا عنده مشكلة ولازم يرجع يصالحهم مهما قدم تنازلات. طبعا كل دي تصرفات مش صح. الطفل لما يكبر شوية ويتعرض للرفض هيعمل ايه؟ هيعمل زي ما امه علمته. طب نعمل ايه لما يجي ابني منهار بيعيط ويقول لي ان ما حدش من صحابي بيحبني او خصموني او سابوني؟ احنا قلنا ان شعور الرفض شعور قاسي وصعب جدا، فما ينفعش اتفه من مشاعره، لان هو من حقه يزعل ويغضب ويعيط، واحنا علينا ان احنا نسمعه ونحتويه. ودورنا الاساسي والمهم جدا هو اني اعلمه ازاي يتعامل مع شعور الرفض. اولا اعلمه ان انت غالي وقيمتك كبيره، واقول له ان انت جميل وليك قيمه حتى لو ما عندكش صحاب، ولما حد يرفضنا احنا مش بنروح نتحايل عليه علشان يرجع لنا. تاني حاجه اعلمه الفرق بين الزميل والصاحب والصديق. كلنا في الفصل زمايل، لكن في مجموعه عملوا اصحاب، وفي حد انا بحبه قوي وبرتاح له وده بيكون صديق. الأهم كمان هو إني أشتغل على ابني أو بنتي، أشوف إيه المهارات اللي هم محتاجينها. ممكن يكون ابني عدواني أو عنيف أو متنمر أو خجول بزيادة أو مفتقد مهارات التواصل الاجتماعي أو فاقد الثقة بنفسه أو عنده شعور أصلا داخلي بالرفض، فبيحس إن كل الناس مش قابلين. وآخر حاجة أنا بشوف إن كل ما كنا إحنا الأهل قريبين من ولادنا كفاية وبنسمع مشاعرهم وحاسين بيهم، كل ما بيكون شعور الرفض أسهل عليهم وعندهم المتانة النفسية اللي يقدروا يواجهوا بيها الرفض ده.